مسألة الإحداد، المرأة لو مات عنها زوج الإحداد 4 أشهر و10 بالأشهر العربية، ما تمسك الحساب بالأشهر الأفرنجية لأنه فيها زيادة. هذه مسألة. المسألة الثانية، هناك 5 أشياء تمتنع عنها المرأة وما سواها فمباح، لأنه نحن عندنا عادات وتقاليد المرأة بيلموا فيها برسلوها لستة بتاعت نواهي ما تفعل ده، وما تمر في الشمس، وما عارف ما تقبل اتجاه القبلة، برسلوها كمية، وتلبسي كده وما تستحمي الزمن ده كله 4 أشهر ما تستحمى ما تخاف والله، وراسك ده ما تدخل له دهن، تلقى شعار جاف يجي صداع. أنا مرة اتصلت بي واحدة قريبتي وقالت لي النسوان ملمومات حولني في شلة، طبعا بيكونوا مجموعة من الشفتة ديل متولين الموضوع ده، في الحله بكون في 6 7 من الحاجات الكبار ديل بيكون عندنا الليسته الفورمه بتاعت التعليمات، ما تسوي كده وينهي ويحرسنا يراقبنا مراقبه عديل. في شنو يا ناس قدرت تقتلوها انتوا ولا شنو؟ ديل قالوا لي راسك ده ما تدخلي دهن، قالت لي انا الصداع ده ليش شروط راسي، وليه اظن كم اسبوع داير ادخلها دهن في راسها عشان يفك منها الصداع. قال لا لا، قلت لها بس اديني لها بالتليفون، هو التليفون ذاته مانعينه ليه يا اخوانا؟ الناس دي جهله بطريقه ما عاديه. التليفون قالوا ممنوع ليه؟ بقول لك دي مرأة حادة ما بتتكلم مع زول نهائي. دي كلها اتكلمت مع الجنبة قلت لها يا اخي الممنوع ما فيه رائحة، يعني الدهن اللي فيه ريحة، الصابون اللي فيها ريحة دي ممنوعة، لكن الصابون البيضاء دي استحمي بها عادي. الدهن اللي ما فيه ريحة الدهن دهن جسمك ودهن راسك ما في مشكلة، يعني زول يشقق من البرد ده لما دمه يموت يعني ولا كيف؟ ده كله جهل. المرأة عندها 5 أشياء ممنوعة منها. نمرة 1 الطلوع من البيت ده حقها كله لحد باب الحوش، ده حقها كله ليه باب الحوش، ما تقول لي الغرفة، لا تمشي المطبخ وتطبخ وتسوي أكلها وتغسل هدومها وتنوم في الحوش برا ما في مشكلة. 2 ممنوعة من لبس الزينة، يعني هدوم مزينة، ثوب مزركش والوان، قميص مزركش فيه الوان وكده، لكن قميص ساده عادي اي لون ما شرط. في ناس بيفرضوا اللون الابيض، الشيخ الالباني قال دي بدعه يابانيه، الثوب الابيض ولا القميص الابيض ما في شرط. اي لقيت لك قميص بيجي اي لون ما يكون لون زينه في نفسه، لون عادي، تلبس ثوب تلبس قميص تلبس فرحتها عادي، لكن ممنوعه من لبس الزينه، ممنوعه من وضع الزينه على جسدها زي الحنه وزي الكحل في العين. حتى لو قالت لك لا انا عيني بتوجعني، لا الكحل ده ممنوع، حتى لو عينها بتوجعها تشوف لها قطره ثانيه. الكحل في العين ممنوع، والحنه كذا. ممنوعه من الزواج والخطبه، ده ممنوعه منه، لا يخطبوها لا يعني يتزوجوها لا يعقدوا عليها، لا الا ان يلمح تلميحا، تلميح بفوق كده بس، تلمح لها هلا ليه هي بفوق، تقول لها والله يا زول سعيد يعني بناسبكم، لكن ما تمشي لقدام بس قبل ثاني. اذا